هو يعني ايه تخفيض تصنيف مصر الائتماني؟ وايه التصنيف الائتماني ده اصلا؟ ومين اللي ليه الحق ان هو يصدره او يحكم عليه اصلا؟ وايه النتائج المترتبه على رفع او خفض التصنيف الائتماني لجهه او دوله بعينها؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في فيديو النهارده. معاكم محمد طلعت وده مستر ماني. اولا كده التصنيف الائتماني او الكريدت ريتنج هو عمليه مراجعه او تقييم للوضع المالي لجهه معينه، سواء بقى الجهه دي كانت شركه او منظمه او حتى دوله. والتقييم ده بيتعمل لمعرفه مدى امكانيه الجهه دي على الاقتراض ومدى امكانيه الوفاء بالتزاماتها من القروض في المستقبل. ايوه يا عم طلعت، يعني ازاي المؤسسات دي او جهات التصنيف الائتماني دي تقدر تحكم على جهه او دوله بعينها ان هي تقدر توفي بالتزاماتها من الديون او لا، وكمان بعد ما تصدر التقرير بتاعها او حكمها تقدر تكون سبب اساسي في ان الدوله دي تقدر تستلف او لا، ومين اللي اداها الحق اصلا ان هي تحكم على الدول دي وادائها المالي وتقول ان هي تستحق القروض دي ولا لا. وبعدين تعالى هنا بقى، هي المؤسسات دي تبع انهي جهه بالظبط؟ بص يا صاحبي، مؤسسات التصنيف الائتماني دي عباره عن شركات خاصه، يعني كلامها غير ملزم لاي جهه ان هي تقوم باقراض جهه ثانيه بناء على تقاريرها، ولكن رايها الاستشاري ده بقى بيكون ليه اهميه كبيره جدا في المجتمع الدولي، وهقول لك كمان شويه ليه. في البدايه كده اول مؤسسه ظهرت في القصه دي هي شركه فيتش للبيانات الماليه، وده كان راجل اعمال عنده 33 سنه وقتها لما قرر ان هو ياسس الشركه في سنه 1913. والشركه دي بدات اعمالها في البدايه لغرض واحد بس، وهو نشر البيانات والاحصائيات الماليه عن الاسهم والسندات. يعني بما ان وسائل التواصل وقتها ما كانتش موجوده زي دلوقتي، فالشركه دي كانت بتنشر حاجه اشبه بالمقالات الاقتصاديه، يعني السهم ده رفع والسند ده نزل والشركه دي ادائها كويس او وحش وهكذا. المهم ان عمنا فيتش كان طموح شويتين، وبعد انشاء الشركه دي ب 11 سنه وتحديدا في سنه 1924 قرر ان هو يعمل خدمه لتصنيف ادوات الدين، ومن خلال الخدمه دي يقدر يطلع تصنيف للاداء المالي لاي شركه، ومدى التزام الشركه دي بسداد الديون بتاعتها اذا قررت اي شركه او جهه ثانيه ان هي تستثمر فيها او تقرضها. ونظام شركه فيتش ده كان هو النواه الاساسيه لاكبر 3 شركات بيسيطروا على المجال ده حاليا، وهم فيتش وشركه ستاندرد اند بورز اللي اتاسست في سنه 1941 وشركه موديز انفستور سيرفيس واللي اتاسست سنه 1909. والثلاث شركات دول بيسيطروا على سوق التصنيف الائتماني العالمي بنسبه 95%، وده وسط اكتر من 150 وكاله ثانيه بتقدم نفس الخدمات. ايه ده يا عمنا وانت بتقول عليه سوق ازاي؟ مش هما كلمتين بتطلع كل شركه من الشركات الثلاثه تقولهم في وسائل الاعلام وخلصنا على كده؟ في الحقيقه يا صاحبي الموضوع اكبر من كده بكتير قوي. الشركات دي بتقدم خدماتها على الناحيتين، الشركات اللي عايزه تسلف والجهات اللي عايزه تستلف هي كمان، وبتاخد مقابل مادي من هنا ساعات ومن هنا في ساعات تانية، لان كتير من الشركات الغير معروفه في السوق بتطلب من وكاله زي وكاله فيتش مثلا انها تعمل لها تصنيف ائتماني وتنشره في مجتمع المال والاعمال. والكلام ده بيحصل دايما مع الشركات اللي محتاجه تكبر وتطرح اسهمها مثلا في اكتتاب البورصه، ويكون في راي اقتصادي ليه وضعه يدعمها في مجتمع المال والاعمال، وده بيضمن لهم ان هم ياخدوا التمويل اللي هم محتاجينه بشكل اسهل وقروض اكبر وفوائد اقل. ده حتى الجهات المقرضه او الصناديق السياسيه زي صندوق النقد الدولي مثلا بتحط في اعتبارها اراء الشركات الثلاثه دي عشان تقرر هي هتستثمر في الشركه دي او البلد دي ولا لا، وبناء على مدى جوده التصنيف ده بتقرر هي هتقدم قرض قد ايه للدوله دي وهتاخد فوائد قد ايه وهتسترد فلوسها على كام سنه. الشركات الثلاثه دول واللي بقالهم اكتر من 100 سنه في السوق المالي العالمي واللي بيسيطروا عليه بالكامل تقريبا، تاثيرهم اشبه ما يكون بشبكه العنكبوت، وبيقدموا خدمات لتصنيف الاسهم والسندات والاوراق التجاريه، وتصنيفات للافراد اللي عايزه تقترض، وتصنيفات كمان للودائع الثابته، وكمان تصنيفات سياديه او دوليه بتقدر من خلالها ان هي تحدد مدى قدره الدوله ان هي تقترض وتوفي ديونها ولا لا. ومن خلال كل البيانات اللي عندهم على مدار السنين اللي فاتت دي بيكون عندهم شبكه بيانات كامله للنظام المالي العالمي، فطبيعي يكون رايهم مهم جدا وليه تقله في الاسواق العالميه كلها. وخليك عارف ان كل بيزنس من دول بيتحرك فيه تريليونات الدولارات، مش مليارات، لا تريليونات الدولارات. طب دلوقتي ازاي المؤسسات الثلاثه دول بيعملوا تصنيف سيادي لدوله معينه؟ بص بقى، الوكالات دي بتعمل تصنيفها للدول بناء على شويه معايير معينه كده، زي البيانات الماليه للدوله دي ومدى الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها وتاريخ سداد الديون السابقه للدوله دي، وكمان حاجات زي حجم القروض اللي اخدتها قبل كده وفتره السداد بتاعتها، وبناء عليه تطلع تصنيف ائتماني للدوله دي يعرف الجهه المقرضه وليكن صندوق النقد الدولي مثلا يا ترى يقدر يسلف الدوله دي كام وبفوائد قد ايه وفتره السداد الافضل بتكون كام سنه للدوله دي. وتعالى بسرعه كده اعرفك ايه التصنيفات اللي بتصدرها الثلاث شركات الكبيره دي. اول تصنيف هو التريبل اي، وده اعلى تصنيف على الاطلاق ومعناه ثقه كامله في الوفاء بالالتزامات الماليه. ثاني اعلى تصنيف هو الدبل اي، وده معناه الوفاء بالالتزامات الماليه مع بعض التحفظات. ثالث تصنيف في فئه الاي وهو اي واحده بس، وده معناه برضو ان الدوله قادره توفي التزاماتها الماليه ولكن ممكن تتاثر بالمخاطر الاقتصاديه. ندخل بعد كده على الدرجه الاقل وهي التريبل بي، وده معناه برضو مستوى مقبول من اليقين بالوفاء بالالتزامات الماديه ولكن بدرجه اقل شويه من الفئه ايه، فده معناه ان القروض بيكون عليها فوائد اعلى شويه من الدول اللي واخده تصنيف ايه. وبعد كده يجي الدبل بي، ومعناه ان الدوله مضمون ان هي تسدد التزاماتها على المدى القصير ولكن مش مضمون ان هي تفضل توفي التزاماتها على المدى الطويل. التصنيف الاخير من فئه البي وهو بي واحده بس، وده مستوى منخفض من اليقين بالوفاء بالالتزامات الماديه للدوله اللي عندها التصنيف ده وبيكون مقلق حبتين، فالفوائد بتاعته بتكون عاليه شويه. بعد كده نخش على الفئه الاقل وهي فئه السي، واللي بتبتدي بالتريبل سي، ومن هنا فعليا بتبدا قله الادب، وده معناه عدم اليقين اصلا بالوفاء بالالتزامات الماديه وفي الاغلب في امكانيه كبيره للتخلف عن سداد الديون. ويجي بعديه مباشره الدبل سي، وده معناه امكانيه عاليه جدا
جدا للتخلف عن السداد، ومخاطره عاليه جدا للدوله اللي هي هتقرر تستثمر في الدوله اللي تصنيفها دبل سي. ويجي بعد كده التصنيف الاخير في فئه السي، وهو سي واحده بس، وده مخاطر تخلف عاليه جدا، وفي الاغلب مش هتاخد فلوسك لو قررت تستثمر في الدوله دي يا عمنا. وبعد كده نخش على التصنيف الاقل على الاطلاق، وهو الدي او الديفولت، وبيبدا بالال دي. والال دي او اللو ديفولت ده معناه افلاس جزئي او ان الدوله مش قادره تسدد بعض الديون مع الالتزام ببعض الديون الاخرى والوفاء بيها. وفي الاخر خالص بقى هيجي اقل تصنيف ممكن، وهو الدي او الديفولت، وده معناه ان الدوله مش قادره تسدد اي دين من الديون اللي عليها، وده معناه ان الدوله كمان وصلت لمرحله الافلاس بالكامل. طيب هتسالني السؤال المهم، هو بالنسبه لمصر حصل لنا اي تصنيفات سلبيه في الفتره الاخيره؟ في الحقيقه لحد فتره قريبه احنا كنا في منطقه البي، والعمليه يعني كانت تعتبر مقبوله نوعا ما. لكن في يوم 5 اكتوبر اللي فات قررت مؤسسه موديز ان هي تخفض تصنيف مصر الائتماني من بي 3 لسي دبل اي، وفي الاغلب على حسب ما انا فاكر فدي المره الثانيه اللي اتخفض فيها مؤسسه موديز التصنيف الائتماني لمصر في خلال السنه دي. وبعد ما التقرير ده حصل بيوم واحد، وتحديدا يوم 6 اكتوبر اللي فات، طلع وزير الماليه المصري محمد معيط وقال ان التقرير ده جه في ضوء التحديات الاقتصاديه اللي بتواجهها مصر في الفتره الحاليه، وان الحكومه هتشتغل بكل قوتها عشان خاطر تعمل اصلاحات هيكليه وجذريه في الاقتصاد المصري. بس كده يا سيدي، اتمنى اكون وضحت لك يعني ايه تصنيف ائتماني، وتكون وصلت الفكره ببساطه. ولو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا لكم. سلام.